إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى السجود من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ الاعتماد على اليدين في النهوض. نعم، لكن لا بأس أن نسأل، جزاك الله خيرا، ما الدعاء بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا أحدهما. هيك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. يعني هذا أو هذا، أو ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. لا، ربي اغفر لي. طيب، وارد. والدعاء الثاني؟ سبعة أشياء من يذكرها؟ يعني يجوز المختصر، ويجوز ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويجوز أنك تجعلها كاملة لأنه هو ذكر هنا. نعم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني سبعة، هاي 6. وارفعني. ارفعني، شو رفع تنتين يعني؟ عيدهم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني واجبرني. الآن هي في مكانها جاءت جبرا. نعم، صاروا 7. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. نعم، حاول عند الحفظ أن تحفظ الموجود، يعني إذا تحفظ كما هو وارد يصبح أسهل لك، لأنك تعرف أن واجبرني تأتي في رقم كذا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. التكبير في الصلاة كله واجب، صحيح؟ أحسنت، والله ما شاء الله عليك، منتبه. يا عبد الله يتقدم أكثر منك بخطوة. نعم، التكبير في الصلاة كله واجب إلا تكبيرة الإحرام. سمع الله لمن حمده، ما حكمها؟ مستحبة أم جائزة؟ شو ايه؟ لك ايه كما في ايه ومستحبة. يستحب أن لا تستعجل. شيخ واجبة، مين قال؟ عبد الله؟ طيب، نعم، لا معناها صحيحة. طيب، إذا سمع الله لمن حمد حكمها الوجوب، وقد نص عليها في حديث المسيء صلاته عندما قال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول كذا وكذا، ثم ومنها حتى يقول سمع الله لمن حمده. جلسة الاستراحة على قولين، قول يقول أنها سنة عبادة، وقول يقول أنها للحاجة. كبيرة السن يعني لا بأس أن يستريح قليلا، يعني بمقدار اطمئنان فقط، أيضا ليس كثيرا، يعني يقعد ثم يتهيأ للقيام ويقوم براحته. هذا قول ابن القيم رحمه الله. ما الصواب في ذلك؟ ما الدليل على الصواب في ذلك؟ هذان القولان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها
هل جلسها عبادة كالركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين، أم جلسها للحاجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر فعل أشياء للحاجة، كأن يتكئ على عصا، هذه للحاجة. نعم شيخنا أبو حسان. أنا متفضل بس أنا بدي منك التفضل يأتي منك. إذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد رأوه جلس جلسة الاستراحة فتؤخذ كما هي. من أراد الحرص على السنة أريد مرجحا يقنع طالب العلم. فعل الصحابة يبدو يعني كما قلت لك، ابن القيم يقول للحاجة، وابن تيمية يقول عبادة، ابن باز يقول عبادة، ابن عثيمين يقول للحاجة، الباني كذلك للعبادة. رجح من قال للعبادة، رجح بحديث أبي حميد الساعدي أمام بمحضر 10 من الصحابة. صحيح العدد هكذا 10؟ لا، بمحضر 10 من الصحابة، من الصحابة، قال يعني أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا ما أنت بأكثر صحبة منا، اعرض، طالما تتكلم هكذا اعرض، لأن الجالسين 10. فعند ذلك قام فصلى حتى انتهى، بهذه الصفة جلس للاستراحة ثم قام، فلما انتهى قالوا نعم هذه صلاة رسول الله، فلم يقولوا للحاجة، ففعلها أصلي بكم صلاة رسول الله، أي العبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعند ذلك عند صلى فقالوا نعم هذه صلاة رسول الله. ومن قال للحاجة لا دليل عنده إلا أن يقول يعني ما جاءت عن كل الصحابة، ما جاءت عن كل الصحابة، وما جاء فيها حديث مرفوع قولي يقول يعني هكذا، ويبدو أنها ما كانت موجودة، يعني بعضهم رآها بعضهم ما انتبه لها لأنها خفيفة فقالوا كذا. فالذين قالوا سنة عبادة وهو الإمام الشافعي رحمه الله ولأحمد رواية وهكذا، هؤلاء أصابوا فيما قالوا. فجلسة الاستراحة سنة عبادة. دليل آخر احفظ، في صلاة التسابيح الثابتة عند المحدثين، فابن حجر يقول لها طرق كثيرة يدل على أن لها أصل. الطرق الكثيرة يعني التي عند المحدث ما فيهم تواطؤ مع بعض، يعني ليست هي عن محدث وتلاميذه كثر، لا، طرق كثيرة أي بأسانيد مختلفة، فيها هنا ضعف، هنا كذا، هنا كذا. ما أول الحديث؟ أنت تحبوني، أنت تدلني، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ألا أحبوك يا ابن عباس. استغفر الله العظيم، قل استغفر الله لا تخاف. رواية أبي داود قال يا ابن عباس، يا أخي يا عم عفوا. قال لعمه العباس. إذا ماذا صار برواية أبي داود قال يا ابن عباس؟ عفوا. إذا عفوا كانت من قبل تأتي. نعم جميل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عماه ألا أحبوك، ألا أعطيك، ألا أمنحك. حديث جميل جدا. ثم في النهاية علمه صلاة التسابيح، فقال له أنهما 4 ركعات، 4 ركعات تقرأ في الأولى طبعا سورة الفاتحة وسورة، ثم تسبح الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تسبح الله عز وجل، يعني تسبح 15 مرة. 15 مرة. قال ثم تركع
فتسبح 10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترفع فتسبح 10، ثم تسجد فتسبح 10، ثم ترفع فتسبح 10، ثم تسجد فتسبح 10، ثم ترفع فتسبح 10، فتلك 75 في كل ركعة، 300 في الركعة. فبدون مكان الاستراحة لا تكون 75، ولا مكان لها للعشر الأخرى في أي مكان آخر، إلا أن تقول قبل القراءة، وهذا ما جاء قبل القراءة، ما جاء قبل القراءة. نعم. الآن أنا لا أريدها، لكن هذه هي. نعم، أقرأه فقط لعل الله يعني يلهم بعضكم أن يصليها. وقد صلاها عبد الله بن المبارك وصححها الشيخ ناصر والحافظ ابن حجر وعلماء صلوها. يعني ابن المبارك صلاها أكيد، وابن المبارك من أتباع التابعين وكان سيفا على البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، أو ننصبها كلها بناء على أولها. نعم. ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرها الله لك. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا عند أبي داود عن ابن عباس. وأيضا رواية أخرى: يا عم ألا أصلك، ألا أحبوك، ألا أنفعك، تصلي يا عم 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10 قبل أن ترفع رأسك، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تسجد، ثم اسجد فقلها 10 قبل أن ترفع رأسك، ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع فقلها 10 قبل أن تقوم. الاستراحة الآن. فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرها الله لك. إن لم تستطع أن تصليها في كل يوم فصليها في كل جمعة، فإن لم تستطع فصليها في كل شهر، فإن لم تستطع فصليها في كل سنة. هذا حديث عن أبي رافع رواه الترمذي وابن ماجه، وكلاهما صححه الشيخ الألباني. وقلت لك ذكر أيضا من صححها، ومنهم الحافظ ابن حجر الذي قال لها طرق كثيرة مما يدل على أن لها أصلا أي في السنة. ففي هاتين أيضا تأييد بحديث أبي حميد الساعدي في إثبات أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة ليست للحاجة فقط عندما تحتاج، علما عند القاعدة الأخرى أو المعروف يعني عند الجواز تفعل ما تشاء في الصلاة، عند الحاجة تحتاج فتفعل ما تشاء، لا تستطيع القيام جيدا، لا تستطيع الجلوس جيدا، لا تستطيع التورك، لا تستطيع الافتراش، تفعل ما يريحك في الصلاة عند الحاجة، ليس عند الضرورة. الحاجة قبل الضرورة.
فهذه إذن من مؤيدات جلسة الاستراحة. ثم قلنا أنه عندما ينهض للركعة الثانية قال الشيخ ناصر ينهض معتمدا على الأرض بيديه، والنبي صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله بوب عليها باب يعتمد على الأرض إذا قام، والحديث في البخاري يعتمد على الأرض قارئه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن عندما يعجن إلى الركعة الثانية، وهي ركن. القيام إلى الركعة الثانية ركن لأن كلها هي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى، أي بقليل. الركعة الأولى والثانية قريبتان من بعض، كان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخريين، يعني الثالثة والرابعة أو الثالثة من المغرب تكون أقصر مما قبلها. فالأولى مع الثانية أيضا الأولى أطول، على الأقل فيها دعاء الاستفتاح، ولا بأس أن يزيد القراءة أحيانا، وإن لم يزد في القراءة فلا بأس، لأنه قد جاء أنه يقرأ مثلا 15 آية في كل ركعة من الأولى والثانية يعني الوقت، ثم في الثالثة والرابعة يقرأ أيضا بعد الفاتحة بحدود 7 آيات، أو قال في الرواية على النصف مما قرأ في الأولى والثانية. فقوله هنا أن الأولى أطول من الثانية أي بشيء قليل. والعجن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وشعار أهل السنة والجماعة ما أنا عليه وأصحابي. أهل السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين اجتمعوا عليها. معنى أهل السنة والجماعة السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي اجتمع عليها الصحابة الجماعة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الحريصون على النجاة. من هي يا رسول الله هذه الناجية من 73 فرقة كلهم مسلمون؟ 73 فرقة كلها فرق مسلمة، لكن هذا وعيد، من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل النار. هذا وعيد وهذا وعد، الجنة وعد والنار وعيد. فالوعيد إذن أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي واحدة من 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار. قد يكون فيهم صالحون ومقاتلون ومجاهدون وقائمون لليل وصائمون وناجون أيضا كأفراد. أما كمنهج الجماعة الفرقة الناجية هي واحدة فقط. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن كلمة الجماعة تقول كلمة شرعية واردة في الشرع، فالجماعة هي الناجية، الجماعة هي الفرقة المنصورة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالجماعة أهل السنة والجماعة، عليكم بسنتي طريقتي. إذن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السنة كلمة شريفة قد وردت في الشرع، فصار عندنا أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. هذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة. وفي رواية أيضا قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. هل هذه الجماعة أم لا؟ هي. والقاعدة تقول لطالب العلم، القاعدة تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الروايات يفسر بعضها بعضا. إذا حديث واحد وفيه روايتان، هنا قال الجماعة ثم قال مثلا من هي رسول؟ قال هم على ما أنا عليه وأصحابي، فسرت الجماعة. فالجماعة هي الصحابة والرسول، والرسول والصحابة هم الجماعة. انتبهتوا إخوة؟ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم لا كسالى في القرآن. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم لا مو آية القرآن سكارى، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا
وما فاتكم فاقضوا. كلما قال الشافعي أمرا قال أبو حنيفة لا يجوز. نعم، كلاهما صحيح. الرواية وما فاتكم فاقضوا ما معناها؟ الرواية الأخرى وما فاتكم فأتموا. إذن أتموا هي فقدوا، وفقدوا فيه أتموا. وهكذا في القرآن فإذا قضيت الصلاة ما معناها؟ تم، انتهت. إذن فقدوا أتموا. وقضي الأمر واستوت على الجودي، تم الأمر. أمر الله بإغراق الأرض مع نوح، تم الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي. فإذا قضيت الصلاة تمت الصلاة. ما معنى قضى في القرآن؟ رفعنا شوي. وقضى ربك فرض، أمر، حكم. حكم. من قال حكم من هذه الجهة؟ أنت. حكم لأن قضى هنا ما تم الأمر. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل عبدوا غيره أم لا؟ هل عقل الآباء أيضا؟ وبالوالدين إحسانا. لو كان هذا تم لما عصى أحد ولما عق أحد. إذن قضى في القرآن، في كل القرآن، ليس معناها فعل العبادة في غير وقتها. هذا عرف الفقهاء فيما بعد. قضى في القرآن معناها حكم أو تم. حكم الله، حكم ألا تعبدوا إلا إياه. هناك قضيت الصلاة تم. إذن حكم أو تم هو معنى قضى في كتاب الله تعالى. وهذه من الأشياء التي ينبه عليها العلماء، أن الإنسان يبحث عن المعنى الأصلي عند نزول القرآن. عندما نزل القرآن ما معنى الكلمة؟ معناها حكم أو قضى. وهكذا ما معنى كلمة في القرآن يا أهل اللغة؟ جملة. كلا إنها كلمة هو قائلها. ماذا قال هو؟ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال جملة. قال الله كلا إنها كلمة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أين الكلمة أبا عصام؟ سبحان الله، وهي جملة. فالكلمة معنى كلمة في القرآن الجملة المفيدة، ليس اللفظة كلمة هي فقط، لا. ولذلك ألف لام ميم، ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. انتبهت أخي؟ فصار ألف حرف، أي الكلمة في القرآن تسمى حرف. يعني في اللغة العربية حرف هي حرف الجملة، طرف الجملة. هي اقرأ، يقول في علم في كتب القراءات هذه الحروف، هذا الحرف يقرأ بالإمالة، قصد الكلمة. هذا الحرف يقرأ مهموزا كفوا هزوا، وهذا الحرف يقرأ بغير همز كفوا. إذن الحرف اللفظة وأيضا الحرف. ولذلك الحرف الألف مثلا يقرأ، تقول اسم الحرف ماذا؟ ألف. نطق الحرف رأيت هذا النطق؟ انطق الحرف تقول أو ده يضعون هاء سكتة أظن، ده مه كذا إلى آخره. فنقول هذا نطق الحرف. اسم الحرف تقول ميم، اسمه ميم، نطقه ام بالإنجليزي ام. يلفظ قبله حرف ويسكن. وإذا أردت أن تحقق الحرف، هؤلاء أساتذة اللغة أحب أن ألعب بهم قليلا لأن إذا تكلمت إنجليزي انتبه جيدا، فالأرض مسكونة بوتد من أوتادها. أحسنت، هذه فائدة. طيب، وفي التجويد يقولون إذا أردت إظهار الحرف، تحقيق الحرف تماما، شدده. طب مثلا تقول الدال محل السكون هو الدال. أما سيسكنه طلع، لكن يضعون يشدد حتى أين تقول الحرف عندما سكن هذا الحرف الحقيقي أب. فالأب هذا هو الحرف. نعم. إذن
العاجن على الأرض هو معتمد أيضا في القيام، أثبتنا الاستراحة والآن نثبت العجن. العجن لا يخالف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه إذا قام، لا يخالف، لأن هذا اعتماد وهذا اعتماد. فلما رأينا ابن عمر يعجن عجنا، لأن ابن عمر رضي الله عنه صحابي مؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب. عبد الله، ما معنى واجب؟ قرأناها في أول كتاب بس أنت تعرفها إن شاء الله. ما معنى واجب؟ ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام. أحسنت، ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام. وما الفرق بينه وبين الركن؟ في الصلاة نعم. الواجب هو يأتم تاركه ولا يبطل الصلاة، أما الركن تركه سهوا يعيد الركن. سهوا يعيد الركن. نعم. وفقدان الركن يبطل الصلاة. فقدان الواجب قد جاء في الأحاديث أنك تسجد للسهو إذا تركت الواجب. يعني واحد يقول لك أخي ما الدليل؟ تقول أنت أخي إذا كان واجبا فسهوت عنه أسجد للسهو، تقول هذا هو المتفق عليه في باب السهو. في باب السهو أنك إذا تركت واجبا تسجد للسهو، وإذا تركت ركنا تأتي به تعوضه ثم تسجد للسهو، وإذا تركت مستحبا يستحب لك سجود السهو. فإذا سجود السهو جاء خصيصا، السهو جاء خصيصا، يعني كأنه جاء لجبر الواجب، هو يجبر أعم من ذلك. لكن حتى لا يقول أحد يا أخي الواجب، فمن ترك واجبا متعمدا متى يسجد للسهو يا أبا سلمان؟ لأني رأيته ساهيا. أن تقول اللهم حوالينا ولا علينا، لأني أنا أول مرة نظرت إليه خطرت في بالي أن أنالك. نعم. هل أعدت هذا جواب السؤال؟ ولا أود أن أسألك أين كنت. نعم، الله يستر عليك. إيه نعم. لا، السؤال كان كمينا لأبي سلمان غير منتبه. من ترك واجبا متعمدا متى يسجد للسهو؟ اصبر. طيب أنت أبو سلمان؟ لا، هذا يخطئ مرة أخرى. لا شو لا إيه موضع سجود السهو إيه؟ هل توافقه؟ ما يوافقك. شوف بدون ما يفكر كثير ما بيوافقك، لأنه كان منتبه لما شاف هكذا ترك ابنه منتبه. شوف شو السالفة. نعم. من ترك واجبا متعمدا غير ساهي حتى ابو حسان جابها. الله يسامحك. نعم احسنت. المتعمد لا سهو عليه، اما الاثم واما البطلان. المتعمد في ترك مستحب يحرم من الاجر، المتعمد في ترك واجب الاثم على الاقل. حتى في الحج اذا ميزنا تماما بين الواجب وبين الركن وعرفنا ان الركن هو الذي يبطل، ماذا ترك واجبا، فانت تنظر في كتابك تنظر في كذا، اخي هذا واجب، حجك صحيح اخي، اكمل حجك وصحيح. ماذا افعل هنا؟ انظر لك، اما ان يجبر او تاثم، فعليك بالاستغفار. فمن تركه ساهيا ننظر هل يجبر؟ نسي الجمرة، إحدى الجمرات نسيها، وفي اليوم الثاني سيذهب، وماذا نسي واجب. لا بأس يا أخي، عندما تصل إليها ارجمها مرتين. يعني الواجب إذا ترك قد يستأنف، يعني قد كذا ما يستأنف، كالصلاة راح دخلنا في الركعة الثانية، عند ذلك نقول إن تعمدت تركه فأنت آثم، وإن لم تتعمد تركه تسجد للسهو. تاب ورجع تاب الله عليه.
لا، هو عندما قرر ألا يفعل هذا الواجب، مثلا قرر ألا يجلس التشهد الأول، واجب هو الذي معنا الآن، قرر فعلا قام، ليس له أن يرجع. لما قام هو في الصلاة قال تعمدت ذلك، يعني غفر الله لي، ليتني ما فعلت، ندم. فإن صدق في ندمه فالندم توبة من رحمة الله، أن من ندم صادقا الندم توبة ولا سجود عليه، انتهى الآن لأنه ما سهى. السهو بهذا قال انه اذا يعني تعمد ندم بعد ما تعمد، يعني مثل انه نعم تعمد ندما وندمه صادق غفر الله له، قام بالفعل، ترك التشهد وقام، أجرم يا أخي، في أكثر من هذا؟ دعش. طيب تاب الله فوق وفي القيام لا يحكم، لاحظ لا يحكم خلص تاب يا أخي، تاب. المشكلة أن الصلاة بطلت لا ما بطل، ليش تبطل؟ هو ترك واجبا ليس ركنا، ترك واجبا لا يبطل الصلاة، يأثم، ترك واجبا من واجبات الحج، لم يبت، لم يفعل، لم كذا، حجه صحيح لكن آثم يا أخي. وإذا تعمدت أن تفعل هنا وهنا وهنا للتسهيل، لا مبيت لا ذهاب لا رجم لا كذا، وبعدين ما هذا الحج؟ ما أدري هل صدقت في دعائك في عرفة حتى يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر، أم أنك بهذا الحج ما أدري ما يفعل الله بك؟ هل يقبل الله حجك؟ لا أدري، لا ندري. إذن أخي الكريم، أنا عرفت من أين أتي، لكن هو لأنه دخل المعمعة وظن نفسه أنا مو أبو سلمان، أنا الحال واحدة، الحال واحدة. شو الواجبات بالصلاة وشو الله يجزيك الخير، والله موجودات، يعني من حظك موجودات، إذا بدك تسمعهم سمعك يا هون، بس احنا ماشيين، أنا أمشي فيهم. لا، شو الفائدة بعد الدرس يا أخي؟ بدنا إياها بالدرس، وأنت حتى أنت بدك إياها بالدرس كمان. طيب نعم، أنا سأقرأها لأنها تسجل. شروط الصلاة: الإسلام والعقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة الخبث، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. ثم هذه 9، ثم أركانها 14: القيام والنية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع والرفع منه، السجود والرفع منه، الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في الأركان، الترتيب، التشهد الأخير والجلوس فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليم من الصلاة، أول تسليمة ركن، السلام عليكم ورحمة الله، بها تخرج من الصلاة. الثانية مستحبة، تكمل استحباب، لكن إن نسيت لا بأس. طيب، واجباتها: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، مع سمع الله لمن حمده، كذلك التسبيح في الركوع والسجود على العموم واجب، لقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. هذا يقول ابن تيمية: التسبيح بالمجمل واجب، يعني إذا ما قلت سبحان ربي الأعلى، قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقد سبحت. نعم. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربي اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس له، التعوذ من 4، بعد صلاة الإبراهيمية تقول إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. هذه الآن شروطها، أركانها، واجباتها. فإذا تركت ركنا من الأركان ناسيا لا بد أن تأتي به، لا يصلح. وإن تركت واجبا نسيانا وفات مكانه تسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، مخير أنت أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام. اجعله على الطيران. نعم أخي. لا، إذا ترك الركن سهوا،
الصوت ارفع الصوت. إذا ترك الركن سهوا بده يجيبه، الركن بده يجيبه، ما في مجال. فإذا تركت مثلا سجدة من الركعة الأولى ودخلت في الثانية، الركعة الأولى كلها باطلة، بتجيبها بعد الرابعة. فإذا كانت السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، هناك من قال لا بأس أن ترجع تسجد سجدة واحدة ثم تسجد السهو قبل أو بعد. بارك الله فيك. نعم، هذه بالنسبة يعني جزاكم الله خير، هذه هدية منه يعني، لكن لا بأس إذ سجلت أن تكون موجودة. فالتشهد الأول واجب، من تركه سهوا يسجد للسهو ولا يرجع. لكن متى يرجع؟ يعني قام من الصلاة، قام من الأسفل، نسي التشهد الآخر وقام كهيئة الركوع، متى يرجع ومتى لا يرجع؟ إذا كان أقرب القيام. إذا كان أقرب القيام قولان وهما واحد. نفس الكلام. إذا كان أقرب القيام أخي، أقرب القيام لا يرجع. ما إذا كان أقرب القيام لا يرجع، هو قال إذا كان أقرب السجود يرجع. يعني يأخذ من قولك يفصل منه واحد ثاني. نعم، أنت يا من ضحكت سنرى من يضحك آخرا، أنت أم هما؟ نفس الكلام، ستضحكون آخرا إذن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هكذا على قول الأخوين لا يرجع إذا كان أقرب إلى تحت أقرب إلى فوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع. أنا ما استتميت، لي أن أرجع. إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع. دخلت في الركن الذي بعده، هذا صار الاعتدال، رأيت؟ إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع، سبحوا له، قام هو سبحوا له، فإن كان في الحركة ما زال يرجع. أما إذا استقام هكذا، لأنه يبدأ يقول ربنا لك الحمد، لا يرجع. الفيصل إذا استتم قائما أو ما استتم، لا أقرب ولا أبعد. فليضحكوا آخرا. إذا لم يستتم ورجع، هل يسجد للسهو؟ إيه نعم، لأنه سهى فتحرك. أحسنت، يعني ألحقه بسؤال حتى لا يسمح للضحك أن يطول. طيب يا أخي. طيب، الإمام الشافعي وغيره كلهم ورد عليهم هذا الحديث، وفهمهم لنا أفضل من فهمنا لأنفسنا. نعم. معقول فاتهم هذا حتى يأتون بعبارة إذا كان أقرب للقيام لم يرجع، وإذا كان أقرب إلى الجلوس الجلس، في كل كتب الفقه. وفهمهم لنا أولى من فهمنا لأنفسنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وورد عليهم هذا الحديث، ورد. معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسحوا، معقول الله يحييك، معقول أن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمثال وكلب أيضا وجبريل لا يدخل؟ معقول؟ نعم. في البادية تمثال صنم في بيت رسول الله؟ على الحرام؟ لا، أو على الباب. على الباب وفي القران صور. ما في هنا معقول أخي. معقول أن الخلفاء الأربعة لا يرون الأضحية واجبة؟ معقول نحن نفهم أكثر منهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استتم الرجل قائما. أي طبعا أنا ما سلمت لك قولك أن جميع الفقهاء قالوا بذلك، يستحيل. نعم، الشافعية، نعم. فإذا استتم قائما، الشباب ذكروا المقولة من كتب الشافعية. لا هي مشهورة الأقرب وكذا مشهور، لكن لذلك جاء الحديث، ولذلك قلنا مرارا أن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حوى الدين كله،
لا صدر الشافعي ولا صدر أبي حنيفة ولا صدر أحمد ولا صدر مالك ولا البخاري ولا مسلم ولا كلهم مجتمعون ما أحاطوا بالعلم كما أحاط به النبي صلى الله عليه وسلم. وقررنا أيضا، وهذا بالعقل والشرع، لأنه لا نبي بعد رسول الله ولا معصوم بعد رسول الله ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قررنا أيضا أن السنة الدين، يعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، وما من مذهب من المذاهب أحاط بالدين كله، لا بد من نقص، لا بد من نقص في القول. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم كتابا بعد كتابه، بعد القرآن لا يتم كتاب، وأبى الله أن يتم رجلا بعد رسول الله، أبى الله أن يتم رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجوع عند الاختلاف، ولا متى إلى أين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إلى الله والرسول. نعم، وجعل ذلك من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر. أما أن نرده للإمام فلان أو الإمام فلان أو إمام فلان فما أمرنا بذلك، أمرنا بالرد عند الخلاف إلى الكتاب والسنة. وقال مالك شيخ الشافعي قال: كل أنا وغيري والعلماء كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله هو الذي إذا قال انتهى. أما ولماذا قالوا هذا يكثر فينا؟ لماذا لم يسجدوا؟ لهم أعذار، ما جاءهم الحديث، ما صح عندهم، جاء وما صح عندهم، كحديث ما شاء الله: تغيب ثم تحضر درسا وتأخذ قبلة أيضا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي يقول: لمس المرأة، الله يطعمك امرأة صالحة، لمس المرأة ينقض الوضوء. قال: إلا إذا بقي حديث عائشة تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ضعيفا. إذا بقي حديث التقبيل ضعيفا أنا أقول أن اللمس ينقض الوضوء، واحمد ربك أنه صح الحديث. تقول عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض زوجاته ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، يعني منعت حتى ما يقول أحد وما أدراها توضأ في المسجد، تقول ولا يتوضأ، لأنه يخرج من بيته إلى بعد الإقامة، يأتي بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه أنا أقيم، فيقيم الصلاة ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من هذه الجهة إلى الإمامة. بابه على المسجد، وله أيضا نافذة على المسجد، له نافذة على المسجد أيضا، يعني يزيح القران فينظر في الناس، فيأتي يؤذنه بلال فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة مباشرة، فتقول دهى ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. معقول أن الشافعي ما وصله مع طوافه في الدنيا كذا؟ لا يقال هذا، لا بد أن يمد عنه شيء. أتدري أنت أو بالأحرى أنت تدري أن الشافعي رحمه الله له قولان في كتبه، وفي الكتب له قولان، قول قديم وقول جديد. ما هو دين الشافعي؟ لا، الذي هو كتبه. ما هو الذي يدين الله به الشافعي؟ القول الجديد. وقد يكون القول القديم هو أصح، كما قال ابن كثير: القراءة خلف الإمام، إذا قرأ الإمام في الجهرية أنت لا تقرأ، هكذا يقول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا أردتم الرحمة فأنصت للإمام واسكت لا تقرأ، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الشافعي رحمه الله كان يقول مع مالك ومع أحمد على أن القراءة وراء الإمام في الجهرية لا تجوز، لأن الإمام يقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، وإذا كبر فكبروا. والآية كما رأيتم الحديث وافق الآية. وأيضا يقول ابن تيمية رحمه الله: إجماع الصحابة على ذلك، 4 صحابة يقولوا لا تقرأ خلف الإمام في الجهرية
وليس لهم مخالف، وليس لهم مخالف. وبالعقل كذلك لماذا يجهر؟ لتنصت. لماذا يخطب الجمعة فيرفع صوته؟ لتنصت. وجاء تأييد من الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له. أنت أمرت بالسكوت، ولا تقل حتى صح أو لا تقل، أن تفعل هكذا، نعم، تشير أو تمسكه، سينام تهزه قليلا، لكن ما تكلم كلام ما في، فقط استماع. سأل صحابي أبي بن كعب: متى نزلت هذه الآية؟ ما رد عليه أبي. ثم أقول لك: متى نزلت هذه الآية؟ العربي يعني أصابته الحمية، ما ترد علي يعني؟ متى نزلت هذه الآية؟ فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبي لصاحبه: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، راح عليك أجر الجمعة. آمين إذا دعا الإمام قلت آمين لا بأس، إذا قلت آمين لا بأس، لأنه ليس كلام مع أحد، هذا كلام مع الإمام مباشرة. هو قال: اللهم اغفر لنا، قلت أنت آمين بدون رفع الأيدي. رفع الأيدي ما ورد عن أصحاب رسول الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا: اللهم اغفر لنا، اللهم افرج عنا. إذا جاءت مناسبة للدعاء فأنت لك أن تقول آمين، ليس لك أن تقول وعليكم السلام لشخص آخر، ليس لك أن تقول يرحمك الله إذا عطس أحد، لا كلام هنا، لا كلام، ولا تعلم، فقط تجلس، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر. أما إذا غمزته بيدك أو أشرت لطفل بعينك أو بيدك بإصبعك دون أن تتكلم أبدا لا بأس، أما أن تتكلم فلا. أو لا، قالوا لا يصلي، لو صار خارج الخطبة اللهم اغفر لنا فقلت آمين، هذا خارج الخطبة، ولو أجازه بعضهم، لكن الأصل في هذا: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن أخي الحبيب، هلأ الشافعي رحمه الله ترك هذا القول، رجع يقول: اقرأوا الفاتحة في كل ركعة فهي واجبة. قال ابن كثير رحمه الله وهو شافعي محدث عالم، قال: قول الشافعي في القديم هو الأصح، وقال به. حتى مذهب الشافعية، يعني تلاميذ الشافعي ومدرسة الشافعي ينتقون من أقواله إما القديم وإما الحديث، لأنه ليس المطلوب أن يتعبدوا بقول الشافعي، لا، أن يتعبدوا بالصواب. فرأوه أصاب في القديم فأخذوه وتركوا الجديد، وأصاب في الجديد تركوا القديم وأخذوا الجديد. أما الشافعي نفسه لما قال القول الآخر الجديد، معناها هذا الذي رجحته آخرا. وأما إذن قولك الأول في هذه المسألة هو الصواب. فهنا أخي لا يقال إلا إذا قلت لك اعمل بحثا وانظر من قال باستتم، حتى لو لم يقل به أحد لا يضرك. حفظ الإمام الزهري، هذا الكلام إن شاء الله سيستدعي بعد الصلاة إن شاء الله أن نقتطع، ولعله بعد رمضان أو في يوم من الأيام ننشط فنقول حوالي 11 أو 9 قواعد مهمة جدا. لا يضر انفراد الصحابي، هي إحدى القواعد، لا يضر انفراد الصحابي بسنة يبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله. لا يضر تابعي ينقل هذه السنة، لا يضر التابع تابعي أن ينقل هذه السنة وحده. وين التابعين كلهم؟ وأبرز مثال على هذا وأعظم وأبين وأوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر بن الخطاب فقط، حقيقة رواه كثيرون لكن ما وصلنا إلا عن عمر. والعجيب أنه رواه على المنبر، هو بينما يخطب فقال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كل هؤلاء سمعوا، وحديث عظيم، نصف الدين هذا الحديث، نصف الدين هذا الحديث. فما أحد بلغه إلا واحد، تابعي واحد ثم تابعي واحد، ثم انتشر بالألوف رواه الحديث، مع أنه طبعا رواه البخاري رواه مسلم، لكن يعني هؤلاء بعيد. فكيف، هل يعقل؟ نعم يعقل، هذا معروف مأمور بالقرآن، يعني معناه موجود،
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يسمونه غريب، يسمونه غريب. إيه؟ لا 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 يا أخي، لا لا لا، يجرك أبو أحمد الخطأ. لا يا أخي الآحاد في قولهم هو ما ليس مشهورا، ما ليس متواترا، ما ليس متواترا هو آحاد. وقد يرويه 7 من الصحابة و20 تابعي و50 أتباع تابعي، هذا عندهم آحاد. تقسيم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر من الناحية الفنية فقط مقبول، من الناحية الاحتجاجية غير مقبول، لأن المعتزلة تقول لا عقيدة، نعم المعتزلة والأشاعرة لا عقيدة إلا بالمتواتر أو القرآن. والمتواتر على كيفهم أيضا، يعني في أحاديث كثيرة تواترت هم لا يعرفونها. من يعرف المتواتر؟ المحدثون يعرفوا المتواتر. علماء العقيدة والتوحيد مثلا ليسوا محدثين بعضهم، إذن كيف تعرف المتواتر؟ أنا أقول لك هذا متواتر، أحاديث الحوض متواترة، أحاديث وضع اليدين اليمنى على اليسرى متواترة بالمعنى، يعني ليس بكل الحديث ما ورد فيها، أما تواتر وهكذا ما يعرفون. فلا بد من رجوع الأحاديث. فقالوا كل حديث ليس متواترا ولو رواه عشرات وصحيح السند لا تؤخذ منه عقيدة. أكثر الدين آحاد، أكثر البخاري آحاد. المتواتر بضع وحديث. كم حديث؟ المتواتر قليل جدا. وما هكذا ديننا. والله عز وجل أرسل الرسل بالتواتر، أرسل واحدا، ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى اليمن معاذ بن جبل واحد، ولم يقول له أهل اليمن يا أخي أنت واحد، أنت آحاد يا أخي، نشتي متواتر. أريد نشتهي يعني نشتي متواتر. ما كانوا معتزلة، بلغوا الرسالة. فالرسل آحاد، وكذلك رسل الرسل آحاد، فليكن أول ما تدعوهم. ثم كذلك أرسل 2 لا بأس، ولكن تقوم الحجة بالواحد على أن يكون ثقة. إذن بارك الله فيكم، هذه المسألة مهمة تحتاج إلى إن شاء الله تعالى إلى ضبط الأمور. فضبط الأمور كل ما صح عن رسول الله هو دين، كل ما صح عن رسول الله دين. قال في الطحاوية ونؤمن بجميع ما صح عن رسول الله، ما في متواتر أو كذا، صح عن رسول الله آمنت به. هكذا ديننا. فإذا الآن جلسنا للتشهد وهو واجب، والجلوس في التشهد مفترش، وسنة الصلاة الافتراش. الافتراش كيف يا أبا عصام؟ تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى بجانبك، هذا سنة الصلاة كلها، إلا الركعة الثالثة من المغرب والعصر والظهر، والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية. أو قل أضبط كل صلاة فيها تشهدان، فالتشهد الأول وما قبله كله افتراش، والتشهد الأخير تورك. التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان، فلو صليت الوتر 3 ركعات بدون تشهد أوسط تفترش. أما إذا صليت بتشهد ثاني بركعة ثانية ثم قمت إلى الثالثة تتورك في الأخيرة. فكل صلاة فيها تشهدان تتورك في الأخير منهما. أما الباقي كيف نجلس في الصلاة؟ تقول الافتراش. يقعي أحيانا بين السجدتين إن شاء، ينصب قدميه ويقعد عليهما أحيانا، ويجلس مفترشا كما سبق في بين السجدتين، لكن لا يجوز الإقعاء هنا. ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى. الآن يضع الكف اليمنى والكف اليسرى على فخذه الأيمن، قال هنا ويضع على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه،
وأنت جالس يكون هذا اللحم قدر الإمكان نازل على فخذك، ويكون تضع على فخذيك، تضع اليمنى الكف اليمنى تبسطها على فخذك اليمنى لعند الركبة، وتبسط اليسرى أيضا عند على فخذك الأيسر، وترخي يديك الثنتين بدون أن تنحني من ظهرك حتى يصبح المرفق هذا اللحم قدر الإمكان على الفخذ. انتبهت أخي؟ ليس كالوتري إنما يكون يعني مرخيا قدر الإمكان. للأخير هكذا تضطر أن تنحني، لا تنحني. من له يدان طويلتان تجدها يضطر أن يضعها كلها حتى المرفق يستطيع أن يضعه لأنها فيها طول زيادة خلقه الله له. الآن ولك أن تصل إلى ركبتيك، يعني اليدان على الفخذين ولا بأس على الركبة. اليدان تبسط اليمنى كلها وتبسط اليسرى كلها على الفخذ الأيمن والأيسر، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه، لبر لا ولا للأمام تبعده، يكون هنا. فالآن لو طالت لا بأس، حتى مسكت الركبة انحنت اليد، ويبسط كفه اليسرى قال على فخذه وركبته اليسرى، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده اليمنى أو اليسرى. فاليسرى تجلس على اليد على الأرض، أحيانا تفعلها عجوز لا تبالي أو واحدة غير منتبهة تترك يدا من الأيدي على الأرض وقد تتكئ عليها قليلا، هذا لا يجوز، لابد أن توضع الأيدي على الأفخاذ في التشهد. فإذا جلست هكذا يعني والأيدي على الأفخاذ، أول ما تجلس تضم يدك اليمنى، أصابع يدك اليمنى كلها، ثم تمد السبابة أو السباحة. السبابة كانت العرب تسب بها، أنت كذا أنت كذا، والسباحة يسبح بها، سبحان الله. نعم. فيبسط إذن كفه اليمنى كلها على فخذه الأيمن واليسرى كلها على فخذه الأيسر، ثم يقبض اليمنى فقط ويشير بالسبابة، يقبض الأصابع الثلاثة ويضع الإبهام على الوسطى. هذا كله والله وصفه الصحابة والتابعون نقلوه بدقة، حتى لا تقول يا أخي سبحان الله خلاص هيك وبس يكفي، لا، كانوا يتأكدون. ضم الثلاثة، وضع الإبهام على الوسطى، ثم أشار بالسباحة إلى القبلة، أشار بالسباحة إلى القبلة. وفي رواية أخرى قبض إصبعين فقط وحلق بين الإبهام والوسطى هكذا، ثم أشار بإصبعه إلى القبلة أول ما يجلس. والأحاديث هذه في صحيح الإمام مسلم. الإمام البخاري رحمه الله لم يتطرق إليها البتة، ما ذكر حتى الإشارة البخاري، بينما مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه إمام أحمد وإمام مالك رووا الإشارة في الصلاة. فيقبل أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة هكذا، وتارة يحلق بهما حلقة ولا حلقة، ويحلق بهما حلقة، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، ليست نائمة. لا يقول بعض الناس يعني للأسف يعني هنا النكت في الصلاة وفي الدين وفي الفقه حرام. النكت في الصلاة وفي الدين والفقه حرام. يا أخي ما تحرك إصبعك، ليش إصبعك نايمة هكذا؟ بيقول دايخة، عم ينكت. وآخر أشد سوءا، لما لا تشير بإصبعك إلى القبلة؟ يقول نحن ما بدنا هيك، بدنا هيك. قتال يعني. يا أخي الآن أنا أعلمك الصلاة، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى فعل هكذا، تقول حاجة تهتم بهكذا، اهتموا بهكذا. هذا لا يجوز في الدين، كما لا يجوز في القرآن أيضا، وهو من الدين أن تأتي بآية فتجيب بآية، يأتيك بآية فتجيب بآية.
لا يجوز. لأنها ليست من تعظيم شعائر الله عز وجل. أن تستشهد بآية كلغة عربية لا بأس، فتقول مثلا ليس لها من دون الله كاشفة. ما يجري في سوريا تقول ليس له من دون الله كاشفة، أو الآية تقول ليس لها من دون الله كاشفة، لا بأس، ما فيها سخرية، كلام عالي وحكمة غالية جئت بها فقلتها. الممنوع أنك تأتي بنكتة لطيفة، ما أدري أقولها ما أقولها لكن لا أجيز لكم أن تقولوا. قال لها وجعلناها فتنة للناظرين، قالت له وإيش قال؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم. لا يجوز. تبات هذه في الكتب وقد تأتي، بل لا يجوز التي في غير النساء أيضا. قصة يعني كل كلامك صار قرآن قرآن قرآن، فقد تستعمل وين رايح الحمام مثلا، فإذا جاء أحدكم من الغائط يا أخي تكلم، هنا لا ينبغي، هذا كلام الله. ومثل ما ذكرت أيضا وغيرها كثير، يذكر السيوطي أمثلة وأيضا بين أن هذا ليس من دين الإسلام. أما أن تقتبس، الاقتباس في الأدب صحيح، وأنت يا أخي والله هؤلاء ناس متفرقون كذا كذا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إيه نعم، آية الله إذا أراد أن يجمعهم اجتمعوا. لو خطف الآية هي هو عم يستدل فيها مثلا وهو لها أو له مثلا له قال له هو ما يعني إذا لم يقل قال الله لا بأس، لا بأس. لم يقل قال الله فأنقص، وقد يكون شاعرا أو أديبا فيتعمد يعني الإنقاص أو التغيير حتى يعني لا يقول هذه ليست آية يا أخي. يجوز ليس له من دون الله كاشفة، هذا الأمر، ويجوز ليس لها هذه الفتنة من دون الله كاشفة. عارفين؟ ليس له من دون الله كاشفة، نتكلم عن شيء مذكر فلا بأس. أما إذا أراد لا أنا أتشرف أن أقولها كما هي من كتاب الله فلا بأس بذلك. ويشير بأصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، لا ينظر يمين ولا شمال ولا أمام، يرمي ببصره وهو في التشهد إلى أصبعه، ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره. فقد بوب الإمام النسائي على التحريك، والراوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يحركها يدعو بها. هل يحركها ليس معناها يشير بها؟ ألا ترى هذه إشارة أم لا؟ إشارة. طيب وهذه إشارة، هذه إشارة نعم، وهذه إشارة نعم. فالإشارة قد تكون ثابتة وقد تكون متحركة. تفعل هكذا أنقف، تفعل هكذا أنه تعال تعال، فيها كلاهما إشارة. والله أشار له النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يصلي، رجله انفكت، سقط من على الفرس فانفكت رجله ورمت وما استطاع القيامة، تؤلمه ولا يستطيع القيام عليها، وهو رسول الله خليل رب العالمين. فصلى جالسا هو، فقام الصحابة وقوفا فأشار إليهم أن اجلسوا بس ما تكلم، أشار إليهم. تسمى الإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة إذا فهمتها. أما أنا قلت لك ما فهمت، أنا ماذا أفعل؟ أنا ما أتكلم حتى يفعل لي هكذا، أسكت أو كذا. فهي إذا تحركت فهي إشارة مفهمة في الصلاة. كأن تقول مثلا كأن تلتفت إلى صاحب الركن هنا أبو محمد أو الذي بجانبي هؤلاء المختصان أبو حسان، فقلت لهم هكذا، فهم يفهمون عليك فيقولون لك هكذا. في كاميرا ترى شيء. أنا أعرف في كاميرا لعلكم تفطنون. نعم. فالإشارة المفهمة يعني تكون يعني يفهم منها الذي رآها، والذي رآها إذا يستطيع أن يقول هكذا. نعم.
أو يفعل هكذا، يعني هي عند الله عز وجل. نعم نعم. هنا لا جبهة هنا هنا تابع لهؤلاء أمامك بجانبك، ما لا يقولون هكذا، ما في هكذا. لا ما هو يفعل ما يشاء، ما أدري أنا. طيب إذن فالحركة لا تنافي الإشارة. ترى طبعا قال بالحركة يا أخوان، قال هكذا الإمام مالك والإمام أحمد، يعني مذهبان من المذاهب الأربعة قالوا هكذا، محدثان كبيران مالك وأحمد، وهما قدماء، مالك من أقدم الأئمة ثم الإمام الشافعي ثم أحمد. فمالك وأحمد قالوا هكذا في الصلاة. الشافعي وأبو حنيفة، الشافعي قال هكذا يعني تشير مرة واحدة كما أكثر الناس، وكذلك أبو حنيفة مرة واحدة. أين الصواب يا أخوان؟ الصواب نرجع إلى الروايات وأترك الكلام لكم. قال الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه يدعو بها، أي داعيا بها، مؤولة بالمصدر داعيا بها، والإشارة بحركة هذه مؤولة. فلما أشار إليهم ماذا قال الراوي؟ أشار أن يجلسوا، وبقي يشير حتى جلسوا. وبعد الصلاة قال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. حرام. ضابط إن شاء الله يكون عم يدركن، إن شاء الله يكون معه ضياء أو ما معه ضياء. لا يجوز أن يقف الحاجب وراءه قائما وراء الطاولة. شو عم يسوي هذا؟ والله هيك النظام العسكري مثلا، لا نظام عسكري يخالف شرع الله. إذا في الصلاة والصحابة يعظمون الله عز وجل ولم يخطر في بالهم حتى أن يعظموا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أن يأتي في قلبه الكبر والفخر، أشار أن يجلسوا، أشار حتى إذا جلسوا. بعد الصلاة ما اكتفى، قال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم تقوموا على ملوكهم. فالقيام على الشخص محرم قولا واحدا. القيام على الشخص محرم كما يقوم الحجاب وأصحاب الهواء وكذا فوق ملوكهم. طبعا إذا كان حارسا لا بد منه، حارس وفي جهة فيها عدو لا بأس. أما إذا كان ظهره للجدار وأراد أن يحرس فليذهب إلى هناك إلى هناك إلى هناك. وإذا كان حارسا فنيا وخبيرا لا يظهر، لأنه يعني يحرس من أمكنة خفية، يراقب الأعداء، يراقب إلى آخره. طيب القيام إليه لتستقبل أباك، تقوم إليه إلى الباب، تأخذ الأغراض، تستقبله، تعانقه. فالقيام إليه مستحب. القيام إلى القادم لتستقبله مستحب. القيام عليه محرم. القيام له النوع الثالث، ما بقي غيره. القيام له، دخل حضرة العميد، والله ما قمت له، ما قمت وقفت له هكذا، ما وقفت له وجلست. هذا إذا أحبه العميد فارتكب الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب. إذا ما أحب العميد، تمضر العميد يا أخي، ممكن أنا أقوم للشيخ عيسى: يا عيسى. نعم، ممكن أقوم للشيخ عيسى، ما يحب عيسى هذا، يقول: لا تقوم لي يا أخي، أنا ما أحب، ما أثم عيسى. فإن كان هذا القائم يعلم أن فلان إذا أنا ما قمت يغضب وقمت له، أنا ارتكبت الحرام. فالقيام له غير مستحب، لا يستحب، ويحرم إذا كان القادم يحب ذلك. وأما القائم إذا كان يعرف أن هذا يحب ذلك ويقوم له ارتكب حراما. فما حكم القيام له؟ حرام. استغفر الله العظيم. القيام له للشخص، لا للأب للعالم، قام إليه، راح لعنده. له لا يجوز حرام. لا غير مستحب إلا إذا
مكروه أو حرام. مكروه إذا كان لا يحب القيام وأنا أعرف أنه لا يحب القيام قمت، وحرام علي أن أقوم إذا علمت أنه إذا ما قمت راح يغلي غلي، هذا حرام. وإذا كان هو يعني يحب ذلك حرام. انتهينا منها. القيام عليه حرام، القيام إليه لاستقباله ومعاونته في النزول في الأغراض في كذا يستحب، والقيام له إما مكروه إذا ما كان الشخص يحب القيام، لا هذا ولا هذا، وإذا كان يحب القيام فحرام على الاثنين. الآن في هذا العصر انتشر القيام له بكثرة، وصار الذي لا يقوم هو قليل الأدب، هو ما يحترم الكبار، هو ما يحترم العلم، هو فإذا كانت هناك فتنة فتقوم. فتنة بمعنى هو لا يعلم الحكم، دخل عندك شخص على المكتب لا يعلمكم وأنت ما قمت يعني إليه، لا في مكانك وقفت هكذا صافحته. لكن إذا دخل فلان تعرف أنه من السنة ما أقوم له، تفضل يا أخي، أهلا وسهلا، تفضل يا أخي، إما يصافحك وإما أن تقول تفضل. أما أن تقوم له على المقعد على المكتب ثم تجلس وأنت تعلم أنه يحب القيام حرام، لكن تعلم يحب القيام ولكنه جاهل، فأقوم قصرا للشر والفتنة في هذه المسألة. انتهينا منها. فالقيام عليه حتى في الصلاة غير جائز، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. الآن كيف قلنا مكروه؟ استدللنا بحديث عن أنس رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني كم؟ طيلة مكثه في المدينة. يقول أنس رضي الله عنه: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ الصحابة. هل في أحد ما يعني يظن ظنا أو ولو قليلا أن أحد غير الرسول أحب إليهم؟ أعوذ بالله. أحب شخص إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. فإذا قال يا أخي أنا ما أقوم لك، أنا أقوم للعلم الذي في صدرك، أعوذ بالله، والعلم الذي في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت؟ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. قال أنس: لشدة ما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا كره الرسول صلى الله عليه وسلم القيام لنفسه وهو معصوم وهو الأتقى والأخشى والأعلم، أتحبه لنفسك؟ إذا هو كرهه لنفسه فهم لا يقومون. لماذا؟ ولا هم سيقومون؟ لا يقومون. لا. لماذا؟ لشدة كراهيته لذلك. أنس رضي الله عنه سافر الشام ورجع فسجد، أو معاذ بن جبل سافر الشام ورجع فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. سجد. يا معاذ، قال: يا رسول الله، رأيتم في الشام يسجدون لملوكهم، فأنت أولى وأعظم وأجل من ملوك هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه افرحوا بها يا رجال، لو بقي منكم رجولة كما كانت لآبائنا وأجدادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد. ما شاء الله حافظ. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فرح وانبسط. سبحان الله، بيحكي على الدرس يا أخي. برجع معي حديث كبير: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما؟ لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها، لكن ما يصلح السجود إلا لله عز وجل. رأيت؟ لو كنت آمرا. بعض الناس يتحسر، يعض أصابعه أو يكاد يعضها ثم يرجعها شوي لوراء. يعني كيف؟ لماذا؟ لأنه هو الذي يعني يكاد أن ينحني ويسجد، يكاد أن يسجد ويداريها ويسايرها في الحق والباطل. في الحق والباطل نعم لا بأس. لا نقول لا تسايرها ولا تقول صارت الساعة 10 مثلا، لا بأس. بعض الناس عندهم حتى لو 9 وصار وقتها يقول ساعة راح تصير 10 يا إخوان. في اجتماع في أي شيء بده يستأذن يمشي. نعم.
إذا أخي المسايرة مطلوبة والمجاملة مطلوبة، لا على حساب الحق، على حساب راحتك لا بأس يعني. وهذا شيء جيد إن شاء الله تعالى، وهو المجاملة في الحق. قال الآجري رحمه الله وهو أحد أئمتنا الكبار، اعترض عليه بعض الناس فأعطاهم كلاما قويا في إحدى المقدمات من كتبه، اتهموه بالمداهنة، أنت مداهن في دينك. العوام لا تفرق بين عالم مخلص صادق وبين عالم آخر منافق، فإذا كلما رأت شيئا لا يعجبها في عالم قالت له أنت مداهن، أنت كذا. ليس هذا، إجلال العالم من إجلال الله عز وجل. فقال لا يفرق هؤلاء يعني الجهلة، لا يفرقون بين المداهنة والمجاملة. ودوا لو تدهن فيدهنون، هذا محرم، هذا المحرم. والمجاملة كيف تكون؟ قال مجاملة في الدنيا مداهنة في الدين. سمعتها مني من قبل؟ قل نعم. إيه لا جزاك الله خير، أحسنت، بس ما يهمني هذا. العلم عندما يستحضر هذا هو العلم. قال وما دروا أن المداهنة أن تعطي من دينك، المداهنة أن تعطي من دينك، والمجاملة أن تعطي من دنياك، تكرمهم، تعطيهم، تمنحهم، تغذيهم، تطعمهم يعني هذه من دنياك لا بأس. أما مجاملة، نعم مجاملة. أما المداهنة أن تعطيهم من دينك، أن تسكت على حق، أن توري على حق، ألا تبلغ الحق، هذه مداهنة. هنا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني يتمنون أنك لو تنحرف قليلا، لو تسايرون في بعض الأمر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسايرة في الدين أبدا. حتى الله قال في الإسراء إيش قال؟ وإن كدت لتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هدده رب العالمين جل جلاله من كثرة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يهتدوا. انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يداهن في دين الله من أجل دنيا، لا، إنما أراد أن يتساهل حتى يأتوا للدين، كما يفعل كثير من الناس اليوم خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون الدين إلى الديمقراطية تجربة. يعني قال الغنوشي الآن وكذا ديمقراطية، وما علموا أنهم وقعوا في الكفر، يتركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو يسكت عن بعض الحق حتى يأتي بعض الناس. فلما مرة انزعج عبس في وجه ابن المكتوم تعاتبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو كبار القوم المشركين، وبينما هو يكلمهم إذ جاء قال علمني يا رسول الله، علمني مما علمك الله، وهو أعمى لا يرى ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إلحاحه وهو يظن الرسول يعني لعل واحد منهم يهتدي أو لعل الله ينصر الدين بأحدهم، فالتفت إليه عبس في وجهه. الأعمى ما رآها، لكن رآها ربنا جل وعلا، فعاتبه بسورة تقرأ إلى يوم الدين. هذا منهج يا إخوة، يا أخي لعلهم يأتون. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحمس للدعوة حماسا زائدا، فيقول له الله لعلك باخع نفسك، راح تقتل نفسك حتى يهتدوا. وأحيانا يطمع في هؤلاء لعلهم يأتون، فعاتبه رب العالمين ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. ليس عليك هداهم، هداية القلبية على الله، أنت عليك أن ترشدهم. آمنوا فبها ونعمت، ما آمنوا فإن عليك إلا البلاغ. هذا منهج أيها الإخوة. وفيه نزل قوله تعالى وهي من أوائل سور القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا محمد يا أيها الكافرون، ما معناها؟ مفهومها نحن المسلمون، أنا مسلم أنتم كافرون. أما نقول لا يجمعنا الإيمان بالله واليوم الآخر، اليهود والنصارى والبابا والملعون هذا وكذا، لا، قل يا محمد، قل أعلن واجهر يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
أنا الآن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا، وأنتم تعبدون غير الله، فأنا في هذه الحالة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، طالما أنتم تعبدون غير الله بالديمقراطية وبغيرها، ولا أنتم بحالكم هذه عابدون ما أعبد. ثم في المستقبل أيضا ولا أنا عابد ما عبدتم، طالما أنتم مشركون، ديمقراطية مدنية غربية رأسمالية شرقية، رأيت؟ لا، نحن عندنا فقط حكم الله عز وجل، الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لا نتنازل عنها. وقال ولا أنا عابد ما عبدتم، طالما أنتم لا تعبدون الله فمهما غيرتم في المستقبل أنا لا أعبد الذي تعبدون. ثم أيضا كرر وأكد ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم ختم بالبراءة التامة لكم دينكم ولي دين، إما ديني ولكم دينكم. أنا لا أقبل بهذا. وتسمى هذه السورة بسورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فإذا قال لك ما هي سورتا الإخلاص تقول قل هو الله أحد وقل يا الكافرون. وقل يا الكافرون تقرأ في الركعة الثانية من سورة الفجر، وفي الركعة الثانية من سورة الوتر، وتقرأ في الركعة الثانية من سنة الطواف أيضا، والركعة الثانية من سورة المغرب لأهميتها قل يا الكافرون. وتقرأ أيضا لا عند النوم، واجعلها آخر ما تقرأ فتنام وأنت بريء من الشرك. قال التوحيد العلمي في قل هو الله أحد، يعني اعتقاد بالقلب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل يا الكافرون التوحيد العملي الذي أطبقه وأقوله وأدعو إليه، قل يا أيها الكافرون، يعني أنا مسلم لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنام على آخرها فهي لك براءة من النفاق. إذا يشير بإصبعه إلى السبابة إلى القبلة، لا ينحني إلى أسفل ولا إلى أعلى، هي يشير بها ثم يحركها قليلا يدعو به، يرمي بصره إليها. وسأتكلم بالتفصيل عن هذه السنة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ولا يشير بإصبع يده اليسرى، بنتك غدا ستشير باليسرى واليمنى، انظر. فعليك وأنت في الصلاة أن تضع يدك على اليسرى يسراها، يعني هي ما ترى يسراك، ترى اليمنى إذا جالس هنا، فتحرك الثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد واحدة، أحد هو الله أحد، نعم، وأمسك اليسرى. قال ويفعل هذا كله في كل تشهد ولله الحمد والمنة. والأسبوع القادم سأتكلم بالأدلة وأقوال العلماء وأقوال كذا، حتى يعلم الناس أن تحريك الأصبع في الصلاة هو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذ بها الآئمة مالك وأحمد وثلاثة من مذهب الشافعي، قالوا أيضا بالتحريك. وأنت الذي يهمك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.